أعزائنا متابعي قناة كريزي نيوز، مرحبا بكم. برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا دعم هذا المقطع باللايك. في الجزء الرابع من مقابلة رغد صدام حسين، تطرقت رغد إلى قصة القبض على صدام ومحاكمته غير الشرعية. وقالت رغد: لقد توقعت استشهاد والدي، ولم أتوقع أبدا أن يقع في قبضة الأمريكان. وأشارت إلى أنه في القتال وارد دائما إما الشهادة أو الأسر، لكن هذا المشهد الذي تم تصويره في الحفرة لم يحدث إلا بعد تخديره. لقد أراد الأمريكان أن يخيفوا الآخرين من الحكام ممن هم بالسلطة. وقالت نصا: لقد سمعنا هذه القصة من الوالد وتفاصيل عن ذلك الأمر. وقالت إنه في القتال كل شيء وارد من حيث الشهادة أو الأسر، وهذا ليس بالأمر الغريب، لكن هذا المشهد تمثيلي 100%. ففي أمريكا يعرفون جيدا أن العرب يستمدون القوة من الله عز وجل بهذا الرجل الشجاع، فأرادوا أن يجعلوا صورته تظهر بهذا الشكل. وقالت: لقد شعرت بوجع وألم شديد عندما شاهدت هذه الصور. وقالت: إن أكثر ما يؤلمني هو مشهد الحفرة الذي هز العالم بأسره. وقالت: إن والدي لم يكن بحفرة، لكنه كان بملجأ خصص لهذه المرحلة، مثله مثل أي عراقي بطل في جبهات القتال. والعراقي مشهود له بالبطولة، ولقد قاتل سنين طويلة ولا زال يقاتل إلى الآن. وقالت: إن في العراق ملاجئ عسكرية لكل المقاتلين، فهل هذا ينتقص من العراق في شيء؟ وتساءلت: هل يقف البطل أمام الصاروخ أم يذهب إلى الملجأ ويقاتل من خلاله؟ وأشارت إلى أن صدام حسين قد أخبرهم بأنه كان مخدر، وقالت: إن ذلك الدليل هو وجود انتفاخ على عينيه، وكذلك حركة رأسه البطيئة عندما تم تصويره مقبوضا عليه وتم الكشف عليه. وقالت: عندما شاهدت هذا الفيديو كنت على يقين أنهم قاموا بتخديره. وأكدت رغد أنها لم يخطر ببالها يوما أن تتمنى لو أن صدام خرج بعائلته وهرب وترك العراق. وقالت نصا: أعوذ بالله من ذلك، نحن نفتخر بهذه النهاية، فلا يخطر ببال أحد يعرف صدام حسين أو لا يعرفه أن يهرب ويترك العراق. لقد كان والدي مقاتلا لا يتخلى عن بلده وشعبه ولا عن مبدئه. وقالت: إن اليوم كلنا نشعر بالفخر والاعتزاز بهذه النهاية المشرفة لأبطال دافعوا عن العراق لآخر لحظة. قالت رغد صدام أن الصليب الأحمر بعد القبض على والدي أكد على أننا نستطيع التواصل معه من خلاله. وقالت: صرت أذهب شبه يومي إلى الصليب الأحمر عبر السفارة الأردنية، وكل ما يطلبه الوالد حسب ما يسمح لنا بالزيارة فور وصول رسالة منه أو من خلال رسائل شفوية إلى الصليب الأحمر. فقد كان يطلب الملابس والسيجار الذي يدخنه، وكنت أوفر له احتياجاته التي يطلبها من سوق الأردن. وأكدت رغد أنها لم تشكل فريقا للدفاع عن صدام، لكن كل المحامين من العرب والعراقيين والأجانب كانوا متطوعين. وأكدت على أن المحكمة أرادوها أن تكون شكلية وهي غير شرعية لأنها من الاحتلال وليست محكمة عراقية. كما أكدت على أن كل المقاطع التي وصلتها والرسائل من المحاكمة كانت لا بد أن تكون بموافقة الجانب الأمريكي. وقالت إن حتى مذكراته تم محو الكثير من المقاطع منها.
وأكدت على أن أصعب مرحلة من المحاكمة كانت نهايتها، وقالت: رغم أنني كنت أتوقع ذلك من خلال تأكيد المحامين لي بأن الوالد سيتم إعدامه. وأكدت أنه لم يكن معها أي مساومات حول إعدام الوالد، وأشارت إلى أنها تبنت هذا الدور لأنها الأكبر من بين أخواتها. وحول رأيها في مشهد وتوقيت الإعدام يوم عيد الأضحى، أكدت رغد صدام أن المشهد لم تراه وترفض أن تراه إلى هذا اليوم. وقالت أنه قبل عامين تقريبا كان يزورنا أحد أقاربنا، فكان يشرح بالتفصيل ما جرى، وكان يعتقد أني رأيت هذا المشهد، فطلبت منه التوقف عن الشرح أو حتى سرد أي تفاصيل، ورفضت فكرة أن ترى هذا المشهد أبدا. قالت رغد إنهم أرادوا كسر الرمز، فكانوا يظنون أنهم يرهبون كبار حكام العرب، فلقد أرادوا شيئا معين، لكن الله سبحانه وتعالى أراد له ولنا الأفضل. وأكدت أن صدام كان شجاعا لآخر لحظة، وانقلب السحر على الساحر، وقالت أنه أصبح لنا أفضل مما خططوا له. وحول علاقة إيران بهذا المشهد، قالت إن هذه الطبخة نحن نعرفها جيدا، فمن احتل العراق معروف وواضح للجميع، وإذا لم يسمح المحتل لإشراف إيران على المشهد ما كان يستطيع إيراني أو غيره أن يشرف على الإعدام. وقالت إن الطرف الإيراني كدولة وليس كشعب يتمنى بالتأكيد إعدام صدام بعد حرب العراق معهم وهزيمتهم، فهم ينتظرون فرصة ليشبعوا أنفسهم المريضة بإعدام صدام. كما أشارت إلى بعض حكام العراق الحاليين الذين كانوا يشهدون الإعدام، أكدت أنها لا تحترم هؤلاء ولا تحب أن تعرفهم بالأصل، لأنهم خونة سلموا ابن بلدهم لجهات أخرى، وهذا مبدأ لا يمكن التنازل عنه. ولآخر لحظة كان صدام حسين قاهرهم، لقد كانوا يخفون وجوههم مثل النساء، بينما هو يرفض أن يغطي وجهه رغم أنه مقبل على الموت. فمن يكونوا هم أمام رجل يحمل هذه الكرامة والشجاعة العالية فهم ليسوا بأي قيمة. وقالت إنهم حفنة عملاء، فمن هم لكي أهتم بمعرفتهم. أكدت رغد أن عندها بلد قد راح وناس تقتل كل يوم في العراق، وأكدت بالقول إننا كمسلمين نعرف حق الشهادة. وأكدت أن قضية الوطن أكبر من تصفية الحسابات، كما قالت أنها لا تستطيع أن تحاكم الأفراد الذين حكموا على صدام بالموت لأنهم لم يكونوا يملكون القرار أصلا، فكل شيء كان مفروضا عليه. ذكرت أنها لما زارت العقيد القذافي قال لها: إني أرى بعيونك يا رغد حزن شديد، والإنسان يموت في لحظة لا يتوقعها. وقال لها: كوني فخورة بوالدك وإخوتك ولا تكوني حزينة. قالت بعد الإعدام دفن صدام في مكان أمين. في البداية دفن في مكان معروف، وصار الناس والتلاميذ يزورون قبره إلى أن منع الاحتلال تلك الزيارة. وقالت أن أحد المحامين الذين أعدم والده أيضا تسلم الجثمان وطلع إلى منطقة العوجة بالقرب من قبر عدي وقصي، وأشارت إلى أنها أصيبت بحزن شديد لعدم وجودها أثناء الدفن. وحول الإرث الذي تركه صدام قالت رغد: ترك صدام لنا ميراثا كبيرا، وهو حب الناس وتقديرهم ومكانة رفيعة بين الناس، وهذا أكبر إرث يمكن أن يحبه الإنسان بالدنيا. قالت: الكل في الوطن العربي يكن لنا الاحترام والتقدير. وأشارت إلى أنه لولا الحفاظ على خصوصية بعض الحكام لكنت شرحت للناس هذه المكانة،
في الوطن العربي الكل يشهد لصدام أنه كان الدرع لهذه الأمة، وبغيابه استباحت هذه الأمة لكل من هب ودب. وحول المال والذهب بالقصور قالت: ما فائدة الذهب والمال بدون وطن؟ وأكدت أنها في الوطن العربي وسط أهلها لا يتركون، فالعرب أهلنا ونحن أهلهم. وبالنسبة لصدام كان الاحتلال ضد حكمه، ولو كانوا يجدون أن القصور الرئاسية باسم صدام حسين لكانوا عرضوها للبيع. وأكدت أن الوالد لم يكن يمتلك مترا بالعراق باسمه، لكن القصور كلها كانت تابعة للديوان بالدولة، حتى أن الأسلحة التي تم العثور عليها قالت إنها أسلحة عراقية الصنع مطلية بالذهب وليست مصنوعة من الذهب كما أشاعوا، ولم تكن للقتال أساسا، لكنها هدايا لرموز وأشخاص معينين. وقالت إن أهم شيء عندنا الآن هو العراق، لقد أخذ الأمريكان كل الذهب والمال العراقي، ما نقص ذلك من هيبة العراق من شيء. نشكركم وانتظرونا في الجزء المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.